عزيز الزملكاوي اللي هو احنا الزملكاوية، وعزيز الأهلاوي اللي هم أصحابنا الأهلاوية. كهربا واللي بيحصل من كهربا واللي هيحصل من كهربا، تعالى أقول لكم أصله إيه. أصله في أول الألفينات لما حصلت مشكلة بين مرتضى وشوبير، ساعة ما اتقفش بمكالمة ومرتضى يهزقه ويديله ويطلعوا في قنوات يشرشحوا لبعض والكلام ده كله. المفروض كان ساعتها يطلع قرار بمنع الشخصيتين دول من الظهور الإعلامي خالص، يمارسوا أي نشاط تاني في الكورة بقى، يدربوا مجلس إدارة، بس ما يطلعوش تاني في التلفزيون نهائي. دي أولها، لحد لما الموضوع بدأ يتطور لحد ما وصلنا لمرحلة الخرارة وعند أمك. ده كان كلام جديد أول مرة نسمعه في التلفزيون، يعني نسمعه في الشارع بنلعب كورة. ماشيين مش عارف ايه ليه عند أمك، عادي. لكن في التلفزيون ما ينفعش الكلام ده يتقال في التلفزيون، واتساب. خررت واتسابت، مفيش أي مشاكل. لحد لما جه الخطيب عمل تربنة. تمام. انا زملكاوي والله بتكلم الكلام ده ايه عشان الناس تقولش انت اهلاوي وبتاع ولا ما اعرفش ايه. لحد ما جه حصلت التربنة اللي هي ايه؟ الناحية التانية. إيه اللي حصل؟ الخطيب ما بيعرفش يرد. الخطيب عمل ايه؟ راح مسلط سيد عبد الحفيظ، عين سيد عبد الحفيظ يديله الناحية التانية، ده يدي وده يدي، ده يدي وده يدي. واللي زود الموضوع بقى اكبر بقى وخلاه مفتوح على البحري، افشل قناتين موجودين في اي حته في الكون، يعني قناه الاهلي وقناه الزمالك، ما فيهاش اي محتوى رياضي او كروي، باستثناء احمد عفيفي اللي هو مشي. ده العرف اللي فيها وراح ماشي، غير كده مفيش اي حد فيهم فاهم اي حاجه في الكوره نهائي. كلهم طالعين ده يشرشح وده يشرشح، ده يطبل وده يطبل، غير كده ملهمش اي لازمه خالص. ده رقم اتنين. رقم تلاتة، سيد الحفيظ قلنا خلاص مع ايه؟ مع مرتضى، ماشي. جه خطيب راح ساحب سيد الحفيظ من الموضوع، قال له متتكلمش تاني، وراح مطلع مين؟ ابراهيم سعيد بقى على احمد بلال مع قناة الاهلي، وبقت ايه؟ بقت درمغة. الموضوع ما خلصش على كده، نكمل تاني. بدأت اللعيبة كمان تدوس هي كمان، شيكابالا، عبد الله جمعة، كهربا، و مش هيخلصوا على فكرة. طول ما الموضوع كده الموضوع ده مش هيخلص. اخر حاجة بقى ايه؟ كهربا، ماشي. الحضري لما هرب وراح سيون، مفيش حد في البلد قدر يقول عليه عصام الحضري. كانوا بيقولوا الهارب الاول وبعدين عصام الحضري، مفيش حد كان بيقول اللاعب عصام الحضري خالص. كان لازم يقولوا ايه قبلها؟ الهارب. كهربا بقى الراجل اللي ليه حق، الراجل المظلوم، عقده مزور، عقده صح، معرفش ايه صح. بالعقل كده في قضية مرفوعة، في فلوس دفعت غرامة، ده معناها ان هو الراجل ده عمل حاجة غلط بيدفع عليها غرامة. بالعقل يعني، عقده صح عقده غلط، راجل عمل حاجة غلط بيدفع عليها فلوس، يبقى ايه؟ عمل حاجة غلط. نكمل. كهربا مدعوم من مجلس الأهلي، تمام. الإعلام اللي هو قال مفيش حد فيهم قال الهرب كهربا، وبطل قومي وربنا ينصره، وده مستقبل مصر ومستقبل الأهلي يعني. وزارة الشباب والرياضة، اتحاد الكورة، لما يروح فطار أو غدا كان عامله رئيس السيسي، يطلع في التلفزيون عادي. يعني شوية هيتكرم، يعني هو خلاص يعني راح فطار مع السيسي، يعني فالموضوع خلاص، يعني الراجل عامل حساسية بين جمهورين. المفروض أنا كوزارة الشباب والرياضة أو اتحاد كورة أخلي الراجل دوت يبقى محدود في الظهور علشان ما يزودش الاحتقان أو يزود التوتر بين الجماهير. لكن ده مبيحصلش، يبقى اتحاد الكورة وإعلام ولجنة تظلمات شغالة معاها، كل حاجة شغالة. كل ده كله توتر. سببه إيه بقى ده كله؟ من أول 2000 لحد النهاردة المنظومة الرياضية مفيهاش مدير. يبقى كده نعمل إيه؟ نجيب لجنة أو نشكل شركة أجنبية تيجي تمسك الكورة عندنا في مصر، هي والإعلام الرياضي اللي موجود في مصر. غير كده هنفضل الكهرباء يخلص، هيطلع واحد تاني، هيطلع واحد تاني في الأهلي، هيطلع واحد تاني في الزمالك، والله ما نبقى فرحانين. مش هتخلص. شكرا.